الإشكالية اليوم مطروحة الكبيرة ديال المنطقة هي الإشكالية ديال الماء. المحطة اللي تعملات في الشتوكة لقيت لها مزيان، حلات واحد عدد المشاكل كثير ما كافياش. هذيك المحطة خصها دير يعني الزيادة في الكاباسيتي ديالها في أقرب وقت، لأن الطلبة تاع الماء، الطلبة تاع الماء ديال الشرب، الطلبة تاع الماء ديال الفلاحة في المنطقة أكبر وأكبر. سي مزيان تكلم على الناحية ديال تيسنيت خصها محطة ديالها وخصها تعمل في أقرب وقت دراسات هذا ماشي فقط للماء الصالح للشرب، ولكن كذلك للفلاحة، حيث كاين آلاف الهكتارات اللي يمكن يستعملوا تولي منطقة فلاحية اللي هي جد مهمة. وهادشي غادي نوقفوا عليه، وغادي نشجعوا القطاع الخاص باش يستثمر في هذا الشيء، وتكون الإمكانيات لأن الدولة اللي كنقولوا أنا جاي الحكومة كاين أولويات وكاين السوسيال وكاين هذا، خصنا نخرجوا لا ماج دومانا ونعطيو القطاع الخاص باش يقول يشتغل في المستقبل. كنشوف انا الصباح صيفطوا لي واحد الفيديو على المشروع، كنعرفوا بانه ناحيه ديال التفاوض والتنزيل هذا ما كاينش ما كاينش ياك. اذا وهذه سنين بين الجهه بين الويم بين الفون ديفلوبمون دو مشتغلين يعني باش يجيبوا الماء. الان هاد الايام وصلنا لاكومون ديال التفاوض، كل المناطق اللي حداها غادي يمشي لانزي وغادي يمشي لمناطق اخرى. هذا راه ماشي مشروع ساهل، راه جبدوا الماء 32 كيلومتر باش جبدوه افيك لي ستاسيون دو ريلوفاج دو بومباج باش يمكن يوصل الماء من كسرت يعني توضعوه حتى المناطق الجبليه. هذا باش يحلوا المشاكل، باش الناس تبقى في الاماكن ديالها ويمكن يتحرروا مني يعني تقل. فتحنا هنا في اكادير فايت من 2006 سنة نحلوا روبيني لقاو الماء. إلا نتمنوا على الله هذا كله مشاريع اللي خصهم يتعملوا بجدية، لأن ضيعنا الوقت الكافي. ما يمكنش نخليو هذا الشيء لي جينيراسيون فيتور، لأنه كنشوفوا هذا الشيء دي فوا كنتكلموا على الحلول ديال 4 شهور ولا ديال 5 شهور. فلهذا من جهة أخرى يعني من هذا المنظور لازم نحافظوا على الماء، لازم نحافظوا على الاستعمال ديالو، لأن هذا ورث ديالنا جميعا خصنا نحافظوا عليه في المستقبل. أنا ما بغيتش نمشي أكثر من هذا الشيء في السوس، لأن السوس تبارك الله فيها رجال، فيها الناس كيشتغلوا، فيها الجبلية، فيها السباحة، فيها الصيد البحري، فيها واحد العدد ديال الإمكانيات اللي مطروحة واللي خصها استثمارات، ولكن الإشكالية ديال الماء يعني يمكن تبدل الأرض كلها. فلهذا هي من أولويات الأولويات في المستقبل إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.